السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. صلوا على النبي يا جماعه. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد معانا. النهارده ان شاء الله ماما كانتش هنا، كانت بره، وقلت بقى اعمل لها اكل كده. كان عندي كيس، طلعت كيس مكرونه حوا، وكان عندي برضو شويه من نفس النوع المكرونه ده، حطيته عليهم يعني حوالي كيلو وربع. وحطيت حله على النار فيها شويه ميه، فيها شويه زيت، وفيها شويه ملح. واول لما الميه غلت نزلت بالمكرونه تتسلق معايا. وقطعت بطاطستين كبار كده، قطعتهم وحمرتهم في الزيت. وطلعت 4 بيضات، حطيتهم في حلة كده صغيرة على النار مع شوية ملح يتسلقوا برضو. وعملت بقى، كان عندي بتاع طبق سجق كده، عملت نصه، قطعته وهو متلج كده عشان ما يتقطعش ويتفرفت مني. قطعته كده وقلت بقى الصلصة، وطلعت طماطم كده عملتها في الخلاط. وقلت هعمل صلصة السجق. حطيت حلة على النار فيها شوية زيت، وقطعت بصلاية وفلفلاية، قطعت بصل وفلفل وثوم وجزر. حطيت اول حاجة البصل، شوحته كده شوية، وبعدين حطيت الفلفل، وبعدين الجزر. وقطعت حوالي ربع كيلو او نص كيلو طماطم كده، بس تكون طماطم جامدة، قطعتها حتت صغيرة كده، مكعبات صغيرة، وحطيتها عليهم. وسبتهم كده شويه يتشوحوا مع بعض، وهسيب التوم للاخر. وبعدين نزلت بالسجق الكميه اللي انا عاوزاها. وبعدين نزلت بالسجق. وبعدين كان عندي شفشق عصير طماطم، نزلت بيه وسبته بقى يتسبك، الطماطم تتسبك والسجق بالمره يتسوى. هسيبهم بقى لحد لما الطماطم تتسبك وتنشف خالص معايا وبالسجق بتاعنا. وطبعا الطماطم مسلوقه. وبعدين بعد ما الطماطم تتسبك بالسجق ويستوي، هحط عليها حطيت عليها شويه بابريكا عشان تبقى حمرا كده، حطيت عليها شويه 7 بهارات، حطيت عليها شويه ملح وشويه فلفل اسود. كانت ما شاء الله ريحتها زي العسل. وبصوا البيض بقى بعد ما اتسلق، قشرت 2 كده، حطيت عليهم شويه فلفل اسود، 2 مسلوقين و2 محمرين. بصوا ما شاء الله الصلصه عامله ازاي. سبتها لحد لما نشفت خالص زي ما انتم شايفين كده. والمكرونه طبعا سبتها مسلوقه، بس قلت بقى احط كده، واللي عاوز بقى يزود صلصه براحته. كانت طريقه حلوه قوي وعجبتهم. بصوا ما شاء الله. بصوا بدات اقلب الصلصه اهي. طريقه سهله وبسيطه. تحط اول حاجه شويه زيت على النار، وتقطعي بصلايه كبيره، وبعدين فلفلايه برضو، فلفلتين كده كبار، وتبشري جزره، وتقلبهم كويس كده مع بعضهم، وتنزلي بالسجق. وبعدين تحطي التوم في الاخر، وتنزلي بحوالي نص كيلو طماطم متقطعه كده مكعبات، وشفشة عصير طماطم. ممكن تعملي طماطم كلها متقطعه مثلا كيلو او كده، بس انا حبيت ان انا اعمل عصير طماطم مع طماطم متقطعه. وتحط عليهم شويه ملح وشويه فلفل اسود. ما تزوديش الملح لان السجق فيه ملح وبينزل ملح وزيوت معاكي. شويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه بابريكا وشويه 7 بهارات. وبصوا كده ما شاء الله. حطيت اهوت الصلصه على المكرونه. بصوا ما شاء الله كان طعمها حلو قوي، عجبتهم جدا. وقالوا لي اعملوا المكرونه بالطريقه دي، طريقه سهله وبسيطه. هتسيبها بقى الصلصه دي تتسبك على النار، هي والسجق كده، وتسوي السجق لحد لما تنشف. بصوا ما شاء الله الصلصه عامله ازاي، كان طعمها روعه. والبيض بقى حمرت 2 وسبت 2 مسلوقين كده زي ما انتم شايفين. وبطاطس، طبعا بطاطس الشيدر دي بتبقى حلوه قوي. بصوا ما شاء الله في التحمير عامله ازاي، حلوه قوي. كانوا البطاطستين كبار دول، والمكرونه اتصل كانت حوالي عليه. كيس. طبعا اعملي الكميه اللي انت عاوزاها. بس ما شاء الله الصلصه عامله ازاي. بصوا اللهم بارك. البيض اهوت وانا بحمره، البطاطس اهي كانت خلاص نشفت معايا. بصوا ما شاء الله. وجبت بقى شويه مخلل من اللي كانوا جايين لنا. بصوا ما شاء الله. كانت أكلة ما شاء الله اقتصادية وسهلة وبسيطة وسريعة. ما تنسوش تجربوها، ومتنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس. السلام عليكم.